مرحبا متابعيني الأعزاء، وحياكم الله بقناتي الأولى منوعات في تركيا والعراق، والثانية يوميات ماما أم لواء. تعالوا وياي شوفوا شنو مسوي. وهنا سويت هذا الركن الرمضاني ويا حوض السمك، جهزته بهالشكل هذا. أتمنى يعجبكم وينال استحسانكم ورضاكم. طبعا خليته بالحولي، ما خليته بالمطبخ، عجبني أخليه هنا بالحولي. وبعد سلة الكوفي من أجهزها همين أصور لكم إياها. وهنا هاي الفوانيس الرمضانية خليتها بالهول بهالشكل هذا. وبالمطبخ عجبني أسوي الهلال هنا حتى من أصور يعطيني منظر كلش حلو. وهذا طبعا كل ساعة يغير اللون. ويا رب رمضان كريم علينا وعليكم. وهاي البزونة مالتنا لازم تتدخل وتدخل ويانا، باربي الحلوة، باربي. ويا رب رمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل أمة محمد. متابعين الأعزاء، اليوم راح أسوي وياكم طريقة عمل السمبوسة الهندية. هذه عشق في البيت وكلش طيبة، تحبون تحشوها بأي حشوة اللي ترغبون بيها. هنا عندي 3 بكوب المقياس، هذا يجي كوب مقياسي معيار لكن شكله شكل مثلث. باعوا من الصغير للكبير، هذا الحجم الكبير، واحد الله. سووا بالشكل هذا حتى يطلع المقياس مضبوط. هذا 2 راح اسويه طبعا بالجهاز صانع الطعام والعجانة. وهذا 3 أكواب من الطحين الصفر، رشة من الملح، ملعقة من السمنة البلدي، السمنة الحيواني بكيفكم اللي ترغبون به، و3 ملاعق من الزيت. هذا 1، هذا 2، وهذه 3. والطحين حسب تماسك العجينة. أنا راح استخدم هسه حاليا كوب ماي دافي، هذا كوب راح أضيفه وأبدي أشغل الخلاط. أول مرة أبرمجه. هسه 2 3 4 5 6 7 8 10. اختار البرنامج رقم 11، هذا يعجن ويخمر. برنامج رقم 11 15 دقيقة. أدوس ستارت وأراقب العجينة، إذا احتاجت ماء أضيف لها ماء. راح أضيف عليها تقريبا ربع كوب، أقل من ربع كوب، وأشوف التماسك مالتها. تقريبا ضفت عليها من نص استكان. وهنا أعزائي بعد ما ضفت النص استكان المي شوية أحسها العجينة صارت طرية زايد، راح أخلي عليها نص استكان طحين حتى تكون متماسكة عندي.
طبعا بدون اي لا بيكنج باودر لا صودا لا اي مادة تخمير، بدون مادة تخمير. السمبوسة تنعمل بدون اي مادة تخمير. وهنا بدأت تخلط على السريع بالشكل هذا. هو هذا القوام اللي اريده مع العجينة. هسه من تكمل اراويها لكم. انتوا تتحكمون بالمي وتماسك العجينة. ما اقدر اعطيكم المقياس المضبوط للمي لان كل طحين يختلف عن طحين. شوفوا اعزائي شلون صارت عجينتها تجنن. هي هاي العجينة اريدها هيجي ملساء ما تلتصق. شوفوا وباقي لها دقيقتين وتكمل الدورة مالتها. راح اتركها ترتاح. هي من يدق الجرس اتركها هي ترتاح بين ما اصلي وارجع عليها اراويها لكم. العجينة شلون صار شكلها من اروع ما يكون. شوفوها تجنن. راح اتركها ترتاح. حابين تضاعفون الكمية ضاعفوا، بس اني سويت هاي الكمية اكتفي بيها لان اني مسوية حشوة، فدا اسوي من عندها شغلات كلش هواية. من كل حاجة اسوي شوية. وقلت لكم الحشوات اللي فرزتهن فقط اعجن العجينة واسويها بنفس اليوم. راح اتركها مدة نصف ساعة. وهنا اعزائي بعد ما تركتها ترتاح هسه راح ابدي اقطعها وياكم بهالشكل هذا. اخليها على الطحين على شكل هذا الحجم. شوفوا شلون ملساء. لا تبللون ايديكم ولا ابد، وراح تطلع بالقلي من اروع ما يكون. هذه يعني اكلة شلون نقول مشهورة بالهند كلش بكثرة. يعني ريوقهم غداهم عشاهم كله سمبوسة. بزاراتهم كله سمبوسة. وهي هم كلش طيبة بصراحة لان ما بيها مادة مخمرة. بس هنا راح نبدي نفتحها بهالشكل هذا. ترشون شوية من الطحين تفتحوها بهالشكل هذا. هذه الحلو بيها بدون تخمير سريعة، فقط تتركوها 10 دقايق ترتاح بعدين تشتغلون بيها. بالإضافة إلى الحلو بيها إذا فرستوا مثل ما قلت لكم رأسا تعجنون من هنا تشتغلون بيها من هنا. طبعا البصمات اللي تعجبكم مثل هيجي أو هيجي أو هيجي راح أسوي من هذه. تخلون هيجي الحشوة وتكبسون عليها، والزايد تطلعون نرجع نعيده ونسويه مرة أخرى بهالشكل هذا تطلع عندي. أما بالهند طريقتهم تختلف. هذه طريقتهم بالهند بدون بصمات، ما يستخدمون هاي الأمور. أعلمكم الشكل بالطريقة الهندية. أنا عشت وياهم وأعرفهم. حتى كان المطعم اللي يسوي السمبوسة والزلابية والداطلي مقابل العمار الشقة اللي أنا ساكنة بيها. أول شي يكبسوها من هنا بهالشكل هذا تصير على شكل مثلثة. صارت عندي هنا مثل المثلثة تكبسوها هيك بهالشكل هذا. تجيبون هذه المثلثة تحشون بيها اللحم بهالشكل هذا. طبعا هم ما يستخدمون اللحم لان عندهم حرام، يعني لان هم يعبدون البقر، ما عدا فقط الاسلام ياكلون اللحم. هذا هيجي وبعدين يلفوها بهالشكل هذا وهيجي يسوون بيها تطلع
شكلها مثلث ومورقة. وهسه من اقليها همين راح اراويها لكم. هذا شكلها هيجي يسووها، ويسووها بطحين الاسمر لان هما كلش صحيين. هسه راح اسوي بعد وحدة غير نقشة، وبعدين اروح اكمل الباقي وارجع ويا اراوي لكم. من راح اقليها ايضا راح اراويها لكم. راح اسوي هذا الحجم. صارت عندي بهالشكل هذا. راح اكمل الباقي وارجع لكم متابعين الاعزاء. هسه هنا اعزائي راح ابدي اجرب وياكم وحدة للتجربة، وهذه الثانية بهاي الطاوة الصغيرة، حتى الباقي احتفظ بيها للتفريز. تاج بعد من عدها، يعني ما راح افرز كمية هواية مال هاي الفترة، يعني قبل رمضان افرز حشوات، ومن يجي رمضان الخير ان شاء الله فقط اعجن العجينة، لان ما تاخذ من وقتي، فقط 10 دقائق العجينة. افرز حشوات احسن ما افرز السمبوسة، لان الحشوات تاخذ وقت كلش هواية، الثرم مالتها. ودائما الحشوة لازم تكون بايتة قبل يوم، بنفس اليوم تعذبنا بالكبة او بالبورق او باي شيء، حتى بالفطائر دائما انا قايلت لكم قبل يوم تسووها. فبما انه احنا راح نفرز الحشوات، تبقى علينا بس نسوي العجينة، سواء كبة الحلب ولا كبة البرغل ولا كبة الجريش ولا كبة ولا البورق ولا السمبوسة ولا الفطائر، ذني كلهن ما ياخذن من عندنا وقت. وهذا شكلها النهائي اعزائي، شوفوا شكلها. هذا شكلها، الشكل والمنظر يحكي ويتكلم حاله. اسمعوا القرمشة والقرقشة مالتها. طبعا بالهند ياكلوها وحدها بدون لا صمون ولا ابد، لان هم صحيين، ابد ما ياكلون خبز. يعني حتى الخبز اللي يسووه بدون خمرة، لان يعتقدون ويقولون وهو صحيح بانه اي بيكربونات اي مواد تخمير هي السمن، وهم كلهم رشاقة، ومنها هم جوهم رطوبة، فشوفوهم يعني ابد قلة تشوفون الاسمان عندهم. وهذا شكلها النهائي بعد ما قطعتها وياكم. باع العجينة شلون مورقة، هذه اللي سويتها على طريقتهم. شوفوا شلون مورقة، تجنن. يعني انا ابد ما اشتري العجينة السريعة اذا ما اسوي السمبوسة بيدي، لان العجينة السريعة تمتص دهن كلش هواي. شوفوا تجنن، تستحق التجربة. وانتهى فيديونا وياكم، مع السلامة. اخوتكم ام لواء. اتمنى تعجبكم وصفاتي الرمضانية والتفريزات والركن الرمضاني، وينال استحسانكم ورضاكم. حياكم الله.